تألق لافت للاعبي الأهلي في معسكر تونس. شهد معسكر الأهلي في تونس تألقاً كبيراً من بن شرقي، زيزو، ياسين مرعي، ديانج، بن رمضان والعديد من اللاعبين، وسط تنافس كبير لحجز مكان في التشكيل الأساسي للموسم الجديد. محمد شريف وجرادي شار لفت الأنظار بقوة، مما يضع المدرب ريبيرو في حيرة لاختيار المهاجم الأساسي. وكيل يحيى زكريا لا تواصل حالياً مع الأهلي. وكيل ظهير غزل المحلة يحيى زكريا يؤكد توقف مفاوضات الأهلي بشأن موكله مؤخراً وعدم وجود أي تواصل جديد حتى الآن، لكنه أبدى سعادته إذا عاد الاهتمام مرة أخرى. بيراميدز يستطلع رأي حسام عبد المجيد. نادي بيراميدز خاطب حسام عبد المجيد لمعرفة رأيه في الانتقال للفريق بعد موافقة إدارة الزمالك على الصفقة ضمن تبادل محتمل بهدف منعه من الانتقال للأهلي مستقبلاً. الأهلي ينفي التفاوض مع أحمد فتوح. مصدر من الأهلي ينفي وجود أي نية لضم ظهير الزمالك أحمد فتوح، بينما أبدى بيراميدز تحفظه على ضمه أيضاً رغم عرضه على النادي مؤخراً. وسام أبو علي يستعد للسفر خلال ساعات لإجراء الكشف الطبي وتوقيع عقود انتقاله إلى نادي كولومبوس كرو الأمريكي، وسيصدر بيان اعتذار من اللاعب لجماهير الأهلي فور إعلان الصفقة. الأهلي لا شرط بأولوية ضم وسام مستقبلاً. مصدر بالأهلي ينفي وضع شرط أولوية ضم وسام أبو علي حال عودته لمصر، ويؤكد أن النادي لا يهتم بإعادة اللاعب مستقبلاً بعد طريقة رحيله. الزمالك يحاول تشويه صفقة وسام إعلامياً. إعلام الزمالك يروج لرواية خضوع الأهلي لضغوط وسام، رغم أن الأهلي حقق أرباحاً تتخطى 6 ملايين دولار من بيعه مقابل صفقة عمر فرج التي كلفت الزمالك $1,000,000 دون أي استفادة. الأهلي يرفض عرض الحزم السعودي لضم ديانج. رفض الأهلي عرضاً من نادي الحزم السعودي لشراء الموسم الأخير من عقد أليو ديانج مقابل أقل من $1,000,000، ويتم حالياً التفاوض على تعديل عقده للإبقاء عليه. تحفظ أهلاوي على الوسيط آدم وطني. الأهلي أبدى تحفظه على التعامل مع الوسيط آدم وطني مجدداً بعد اتهامات بعدم الاحترافية، وهو نفس الوسيط الذي توسط لصفقات مثل أشرف داري ومحمد عبد المنعم. الأهلي يبحث عن مهاجم أجنبي جديد. لجنة الإسكاوتينج في الأهلي عرضت على ريبيرو أكثر من اسم لمهاجم أجنبي تحت السن، لكن المدرب الإسباني يفضل التأني وقد يؤجل تدعيم المركز حتى يناير. أمير توفيق يقرب من منصب في أهلي جدة. أحمد شوبير يؤكد أن أمير توفيق مدير التعاقدات السابق بالأهلي على وشك تولي منصب المدير الرياضي في نادي أهلي جدة السعودي. ريبيرو غير مقتنع بمصطفى العش. مصطفى العش لم يشارك مع الأهلي في كأس العالم للأندية، والمدرب غير مقتنع به حتى الآن رغم محاولة اللاعب إثبات نفسه. حملة إعلامية حول راتب زيزو في الأهلي. مدحت شلبي يواصل الحديث عن أزمة داخل الأهلي بسبب راتب زيزو، رغم نفي إمام عاشور لهذه الشائعات بنشر صورة تجمعه بزيزو.